السلام عليكم. اليوم التدبيرة تاعنا كيفاش نطفو قوالب الحديدية تاع لي كيش، تاع لي باكيت، اليد هذيا تاع الباتور، لي دو تاع لابوش، كلش راح تنقيه مكونات بسيطة متواجدة في كامل المنازل، 3 مكونات بسيطة ما كاش اسهل منهم. شوفوا هنايا كيفاش كانوا وشفتوا كيفاش ولاو. يلا نكتشفوا التدبيره تاعنا مع بعضياتنا، كلش قدام عينيكم الشيرات. ابسط طريقه راح نشاركها معكم. بسم الله على بركه الله والصلاه والسلام على نبينا محمد رسول الله. عندنا قدرات، نيجره، واش عندك؟ حطي فيها لي مول تاعك، فتحيهم، شو ما تخليهمش وحده فوق وحده، نو، فتحيهم كيما هكا وحطي عليهم مباشره الماء يكون سخون. صاي كلش حطيه في هذيك الطنيجه ولا في ديك القدره، ماشي في باسينه، لازم طنيجه ولا قدره. صاي حطيناهم نغطوهم كامل بالماء، ودوكا نروحو نكتشفوا المكونات السريه. انا نعتبرها سحريه هاد الوصفه. عندك شديري، شوفي، يا ملعقه كبيره تاع بيكربونات، تخيريه ملعقه كبيره تاع بيكربونات، ولا ما عندكش بيكربونات ديري خميره تاع الحلوى. انا هنايا راح نوريها لكم، راح نشاركها معكم بخميره تاع الحلوى. هذا المكون الاول. 2 باكيات تخميره تاع الحلوى ولا ملعقه كبيره تاع بيكربونات كيما بغيتي. وهي لازم الماء كي ديريه دروك لازم ديريه سخون باش الخميره تتفاعل. دوكا نروحو نضيفو المكون الثاني اللي هو نصف كاس تاع خل. كيما نعرفوا انه الخل يعتبر معقم، صاي الشيرات، ونحطوه مباشره فوق النار يغلي لنا واحد بين 5 حتى 10 دقائق. كي تشوفيه هكا غلالك سي بون طفي عليه، سي بون. ديجا هنايا راكم تشوفوا بدا يطلق لي الشوائب، راكم تشوفوا الماء بدا يطلق لي هكا شوائب. هنايا كي بدا يغلي لي زدت هذيك لادو كنت نسيتها الشيرات، صاي زدتها درتها تتنقى غايو. هنايا مباشرة بعد ما نحيناه من النار وهي سخونة نضيفو المكون الثالث اللي هي ملعقة ونصف تاع إيزيس ولا ملعقة فقط تاع إيزيس كبيرة. صاي ودروك نخلوه هذاك الماء شويه كيما حنا نقولوا يبرد غير شويه، واحد 5 دقائق 10 دقائق، بصح مهم يكون عاده رايح للسخونه، على خاطش لو كان ما ديريش هو سخون راح يغبنك شويه، يعني تصبري روحك تحكي. حنا ماذا بينا ما نحكوش. مباشره نحو هنايا مول تاع كيش الاول راكم تشوفوا. نجيب الشيته تاعي نغطسها داخل الماء هذاك الخليط مباشره. راكم تشوفوا البخار عاده يخرج من الطنجره ديالي كيما راكم تشوفوا. نحك نفوتي يدي تصبري روحك غير تفوتي، ما تحكي ما والو، غير تفوتي غير باش تطير، هذا ما كان. وهنايا بغيت نوريكم تبغوا تحكوا بالشيته يعني بغوصادون هكا تخلوها سبيسيالمون الماعين، ولا تحكي بالحبل تاع الماعين. هي بالبغوصادون خير، يعني يدخل غايه بهذوك بين هذوك الاسنان. صاي وشوفوا ما شاء الله كيفاش تنقى لي لو مول تاعي، ما شاء الله خفيف ظريف. وصفة من أنجح الوصفات. هنا كانت باقية شوية، شوفوا كيفاش طارت، غير فوت راحت. دروك نزيدو نكملو الثانية، يعني أنا غادي نكمل كامل هاد الكمية ومن بعد عاد نشللهم. صاي باش الماء خاطش راه سخون، وكان يبرد لك الماء تصيبي روحك تعاودي تغليه وتعاودي، نو، مادام الماء تاعنا سخون غير نفوتو كيما هكا بالشيتا كيما راكم تشوفوا معايا. راكم تشوفوا ما شاء الله غير تفوتي، شوفي ما شاء الله كيفاش يتنقى. هنا راح نشللها معاكم باش تشوفوها كيفاش تنقات لنا كامل. عاودي كي تشوفيها بردت لك شويه عاودي غطسيها الداخل وعاودي فوتي. وبهذه الطريقه حتى نكملوا كامل واش عندنا. عندك مثلا مول تاع لي كيش كبير راكي باغيه تنقيه، هذا الخليط ديريه يغلي، ديري الخليط الاول يغلي وزيدي عليه شويه ايزيس، كي يكون سخون حطيه فوق لو مول تاعك راح يتنقى لك تاني فاسيمون كيما راكم تشوفوا. يعني هنايا فوت عليها بالحبل، شوفوا ما شاء الله كيفاش نقاو. هنايا دوك البنات شللها وشوفوا ما شاء الله النتيجة راهي قدام عينيكم تهدر، يعني بلا ما أنا نهدر. هنا نزيدو هذا تاع الباتر تاني فوتنا، ونزيدو نفوتو في الشيتا هكا في هذوك الأماكن الضيقة لي يا كيما حنا نقولوا مام بالحبيلة ويغبنوكم شوية. يعني راكم تشوفوا غير راني نفوت شتو تنقات ما شاء الله. عاود دخليها ديما كي تشوفيها بردت دخليها شوية في الماء سخون باش ما تقعديش تحكي. وهنايا راكم تشوفوا كيفاش تنقالي ولا لي تقولي جديد. هادوك اليدين راكي عارفه دي فوا كيما حنا نقولوا تغسليهم ويتصداو لك شويه. علاش؟ على خاطرش ما ينشفوش غايه. صاي على بها يتصداو لنا شويه.
ما ينشفوش غاية، لازم تنشفيهم غاية هاد المور ما تكمليش ليهم. صايب مشيرات، شوفوا هنايا بعد ما كملت كامل الكمية تاعي ما شاء الله كلش تنقى، الله يبارك، اللهم زد وبارك. دوكا نروح مباشرة نشل الليمون ديالي تخي تخي بيان، نشلوهم غاية وشوفوا النتيجة قدام عينيكم، يعني النتيجة راهي تهدر على روحها. هنا كي تشلوهم خلوهم يقطروا ومن بعد مسحوهم باش يعاودوا يتصداو لنا، نعاودوا نمسحوهم صاي. ورانا وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا، وهذه هي التدبيرة تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وتكون فادتكم بزاف. ونقول لكم ما تنساوناش بجام كومونتير، اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل ما هو جديد. نقول لكم الى ملتقى ان شاء الله مع فيديو اخر مع تدبيرة اخرى. سلام.